السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى يعني أول مرة كده أعمل تورتاية. فقلت أعمل تورتاية كده وأجرب. معرفش بقى طريقتها تعجبكم ولا لأ، بس يعني بالنسبة لأول مرة يعني ماشي. وبرضو ايه، انتوا يعني حكموا عليا وقولوا لي رأيكم ايه. الأول أنا بدأت حطيت 6 بيضات على كوباية مية عادي من الحنفية، على معلقة فانيليا سايلة أو البودر عادي، معلقة كبيرة، على كيلو سبونج. لا، أنا حطيت 7 بيضات، 7 يا ربي. على كوباية مية قلت لكم مليانة، على معلقة فانيليا كبيرة، أو باكيتين فانيليا، وحطيتهم على بعض كده، وما حطيتش أي إضافات تانية ولا محسن كيك ولا أي حاجة. وهتشوفوا الكيكة في الآخر عاملة ازاي. بس انا حطيت كله على بعضه واشغل العجان واستنى بقى لما 10 دقايق كده يعمل فوم معايا. انا حطيت كوباية مية عادي، مية عادي من الحنفية، ورجعت حطيت الكوباية التانية. هو النص عليه كوباية مية، انا عشان عاملة كيلو حطيت كوبايتين مية. بصي لحد اما الفوم يعني الدقيق يعمل معايا فوم عالي كده، وينزل كده بالعافية كده، هو خلاص كده تمام. دي صينية عندي 28. انا بدراها بزيت ودقيق، وحاطه في القعر تحت ورقة زبدة. دي بايد ابني الصغير بقى بيساعدني، لازم اعمل حاجة على المطبخ لازم يطلع يقعد جنبي. بس انا حطيت كده السبونج، بصي عليه ازاي، وحسوا ان هو تقيل قوي كده. ما تخافوش، حطوه بس كده زي ما المقادير كده بتاعته بالظبط. اسوي بس وش الصينية كده، وارجع احطه في الفرن. الفرن 180 او اعلى حاجة عندي. انا حطيتها في الفرن، وهنا هعمل ايه الكريم شانتيه. الكريم شانتيه عملت كوباية الا ربع لبن، او كملتها مية، يعني كوباية الا ربع لبن والربع مية وكوباية سكر. انا هسيب السكر يدوب شوية عشان ما عنديش سكر بودر يعني. هسيب السكر يدوب شوية مع الايه، مع ال يعني مع اللبن. يبقى كوباية مية وكوباية لبن، او كوبايتين لبن او كوبايتين مية، بس المهم الاتنين يكونوا ساقعين. ساقعين اللي هو ساقعين تلج يعني. ورجعت حطيت كوباية سكر، او كوباية الا ربع سكر بالظبط، وكوبايتين كريم شانتيه. كل ده بالكوباية واحدة. انا ما غيرتش الكوباية، هي الكوباية كلها واحدة. يبقى كوباية الا ربع سكر، كوبايتين كريم شانتيه، كوبايتين مية او لبن، وبرضو يكونوا ساقعين. لو عندك باستري كريم تحطي معلقتين يديله بس طعم كده. دي افضل اضرب على درجة بسيطة، وبعد كده اعلي يعني اعلي السرعة، وتبقى قدامي زي ما انتوا شايفين كده كريمة متماسكة وحلوة. بصوا هتشوفوها عاملة ازاي. اول ما تعمل زي بيقولوا منقار معرفش البطة ولا البجع ده ولا ايه، يعني تعمل سن كده كده، هي تمام. انتوا شايفين؟ بصوا الكريمة عندي، بصوا ماسكة نفسها ازاي. بس انا بوريكم كده تبقى بالظبط كده. ادي الكيكه طلعت من الفرن، بص عليها ازاي. انا شلت وشها بس لسه هنضفها من الجناب يعني برضو، بس ايه قلت اقطعها الاول معاكم. انا هعملها 3 ادوار. اول دور اهو طلع معاه. انا عندي المنشار، انا عندي، بس قلت هجربها بقى بالسكينه، لان المنشار ساعات كتيره بعمل كيكايه وبس ايه كيكايه اي حاجه من النص كده فبعملها بيه. فانا عايزه اجرب السكينه كده، اللي هي السكينه المشرشره، مش سكينه عاديه. اجربها كده يعني هتنفع معايا. الحمد لله يا رب نفعت معايا. بصوا قلب الكيكايه من جوه عامل ازاي، هشه وطريه قوي وبيضه كده زي ما انتوا شايفين، وكانت ريحتها جميله. ابتدي بقى من جوه. انا عملت كوبايه لبن عليها معلقتين سكر، وسقيت بيها الكيكه. معرفش المقطع ده راح فين، بس انا عملت كده الاول. سقيت الكيكه الاول بلبن وعليه سكر. كوباية اللبن قضت معايا لحد نهاية الكيكة يعني. وبعد كده حطيت رق كريم شانتيه،
وبعد كده هكمل بقى رق ورا رق كده مع بعضيهم. كتري بقى قللي زي ما انت عايزه. ادي الرق التاني، يعني حاجه بسيطه كده عملتها ايه يعني تفرح الولاد كده ونغير شويه بقى، بنعمل كيكه ساده، بنعمل كده حاجه كده ايه تفرح الولاد. جربي، يعني انا اول مره اعملها، يعني اول مره اجرب، فجربي مش مهم تطلع المره دي مثلا التزويق ما يبقاش حلو، الكيكه نفسها مثلا يحصل لها حاجه، بس يبقى يعني ليها علاج، يعني الكيكه فيها علاج، والاكتر يعني ان هم اختراع الاسبونج دوت يعني بيظبط معاكي الدنيا. يعني احسن ما تعمليها في البيت، يعني احسن ما تعملي الكيكه نفسها في البيت. هي برضو سهله الكيكه، مش صعبه، بس الاسبونج بتبقى خفيفه شويه، بتبقى هشه كده من جوه وخفيفه شويه. انا سقيتها لبن زي ما قلت لكم، لبن وفي معلقتين سكر كده، يعني لبن تحلي اللبن، يعني ما تحطوش ساده كده. ورجعتي تاني رحتي ملك كيس عادي، كيس التلاجة أو اللهم صل على النبي، او اللي هو الاقماع اللي بتتباع كده، اللي هي بتاعت المرة الواحدة دي، تملاها كريم شانتيه، وبرده ايه نفس الحكاية تمشي ايه بيها كده. بصوا الكريمة تقيلة ازاي، بس هي حلوة تقيلة كده متماسكة حلوة، هتعرف تعمل معاكي الروزيتات ما تسحش منك ولا حاجة. اول واحد يجرب جربي وما تخافيش، وفي النهاية ما دام الحاجة حلوة هتتاكل، يعني مش تقولي حاجة مثلا الشكل باظ مني ولا الكلام ده، لا هتتاكل، ما دام طعمها حلو هتتاكل مني. اما الشكل بقى احنا يعني عشان اول مرة ما يجراش حاجة. وادي ايه الطبقة التالتة، انا كملت شوية لبن، هي كده كوباية بالظبط، يعني انا مكنتش مالية كوباية على عين، كوباية لبن. وكملي بقى اللبن ده، بحس ممكن اعمله، تعملي شربات خفيف اللي هو السيرم الخفيف، او تعملي اللهم صل على النبي مية بسكر عادية. بس بحس ان اللبن بيدي الكيكة، بتبقى حاسة يعني بتبقى عاملة زي الكريم شانتيه كده، مش كريم شانتيه، اللهم صل على النبي، زي الايس كريم كده. الكيكاية نفسها بتبقى ساقعة ومبلولة كده، وطعم اللبن فيها بتبقى والله عاملة زي الايس كريم كده. هي لو بالشوكولاتة بحط فيها اللي هو الموكا، اللي هو باللبن، او لو او قهوة سريعة الذوبان زي ما انت عايزة، او كاكاو. كل دوت يعني حاجات انا محلية. اما بما انها هي بيضة يعني بالفانيليا، فحطيت ايه لبن. التجليس بقى ده زي ما انت عايزه، انا شفتي زي طبعا شيفات وكده طبعا، بيقولوا لك الوقت الموضة ان التورتيه ما تبقاش مظبوطه، يعني ما تبقاش الجناب مظبوطه بقى ايه اللي هي على سنجة 10 كده ومش باينه منها حته، لا بالعكس، ده بقى يتعمدوا دلوقتي يبينوا منها حته. وطبعا الحكايه دي جات لي انا بقى ايه على الطبطاب زي ما بيقولوا فايه ما فرقتش اللي انا ايه اجلسها، يعني ما بينش منها حاجه، هي برضو ما بانتش منها حاجه، بس يعني حاولت على قد ما اقدر. انا عندي سكرابر كده يعني بجلس بيه بالراحه كده، يعني حبه حبه كده بالراحه. انا عملتها كده وسبتها في التلاجة، رجعت سبتها في التلاجة بتاع حوالي ساعه، ورجعت تاني نفس الكريم شانتيه. انا عندي الوان طعام اللي هي بتاعت الحلويات، رحت واخده حته كريم شانتيه من البوله اللي انا عاملاها، وعملتها ايه وحطيت عليها ايه نقطتين من اللي هو الاحمر ده، اداني اللون ده. برضو ما اهتمتش اللي انا اسوي قوي، يعني ما اهتمتش اللي انا اسوي قوي. بصوا الكريمه هنا بدات تسيل معايا عشان انا حطيت عليها اللون اللي هو الاحمر، يعني ما بقتش متماسكه زي ما انا كنت عاملاها في الطبقات كده، بس تمام شغاله يعني. انا حاولت اللي انا احط الاحمر ده وعليه كريمه عاديه بيضه، فقلت عشان تديني اللون ده، ما تبقاش من الجناب حمرا واحط الروزيتات اللي فوق حمرا، فحاولت ادخل فيها الابيض عشان يديني اللون ده. وزوقتها بقى بعد كده بكريم شانتيه وكده يعني.
تزويق بقى اللي يعجبك بقى. انا حطيت روزيتات كده وحطيت عليها كريم شانتيه وحطيت بابا نويل اللي يعجبك بقى. يا رب تعجبكم، متشكرة أوي.